ليه الانسان بيقعد ساعه واثنين وثلاثه على الموبايل من غير ما يحس بالوقت، لكن اول ما تديله كتاب عشان يقراه يزهق بعد 5 دقايق، ده لو كمل 5 دقايق. ليه؟ انت ممكن تشوف فيديو ورا فيديو ورا فيديو على السوشيال ميديا، واول ما اقول لك افتح يوديمي او كورسيرا او اي موقع تاخد عليه كورسات الاقيك نمت على طول من غير ما تركز. ليه؟ انت عارف الصح وعارف ايه المفيد وعارف ان انت في حاجات كتير محتاج تتعلمها، ومع ذلك بتروح للحاجات اللي بتضرك. المشكله اللي هي كانت مفاجاه ليا لما قريت الجزء ده من الكتاب، وهتبقى مفاجاه ليك، ان انت فاكر نفسك ضعيف الاراده وفاكر نفسك كسول. لكن لو انت ركزت على المشكله الحقيقيه هتشوف ان العاده المفيده بتاعتك هي عاده غير جذابه. جذابه هنا بالجيم مش بالكاف، هتلاقيني كاتبها لك. للاسف معظم العادات الغلط بتاعتنا هي عادات جذابه اكتر من العاده الصح، وده بالظبط اللي هكلمك عنه في القانون الثاني لبناء العادات من كتاب العادات الذريه جيمس كيلر، واللي بيقول لك فيها اجعلها كذابه. لكن قبل ما نبدا خليني احكي لك حكايه صغيره قوي. تخيل تبقى راجع للبيت بعد يوم شغل طويل قوي، وانت مقرر ان انت تطور من نفسك، واول حاجه هتعملها انك هتبدا تقرا كتب وتجيب الكتاب وتفتحه قدامك. لكن اول ما تسمع تجري تفتح التليفون وتشوف مين بعت لك حاجه، تفتح الفيس، تفتح الانستجرام شويه، تقلب شويه على تيك توك، وفجاه تلاقي نفسك عديت 3 4 ساعات. وللاسف الوقت عدى ولازم تنام عشان عندك شغل الصبح، وانت داخل تنام بقى تبدا مرحله الاوفر ثينكينج. انا فاشل، انا ما عنديش اراده، انا كسول، انا عمري ما هنجح. وعشان اطمنك كلنا نفس الشخص ده، وده ليه حل سهل جدا هنعرفه الحلقه دي في القانون الثاني. خلينا نبدا الحلقه. فاكر لما قلت لك ان انت حاطط الكتاب قدامك واول ما يجيلك نوتيفيكيشن من اي ابلكيشن تجري تفتح الموبايل؟ هو انا هسألك بقى سؤال، هو انت فعلا عايز تقعد تقرا وتتعلم؟ انا متاكد ان انت عارف اهميه القراءه واهميه التعلم وان انت تطور من نفسك والكلام ده كله، لكن ليه ما سالتش نفسك مره ليه دايما الموبايل هو اللي بيكسب اول ما يجي لي نوتيفيكيشن؟ بص بقى، العقل بتاعنا مش بيدور ان هو يعمل حاجات مفيده، لكن العقل بيدور ان هو يعمل حاجات كذابه. وهنا لازم تاخد بالك من حاجه مهمه، احنا مش بنعمل عاده علشان المكافاه بتاعتها، احنا بنعملها علشان متوقعين المكافاه من الاول. قبل ما عقلك يبدا يلف خليك معايا وانا هشرح لك واحده واحده الكاتب كان قصده ايه بالجمله دي. تليفونك بيرن، وانت قبل ما تشوف الرساله الفضول اللي انت عايز تعرف مين بعت. طب بعت قال ايه؟ طيب في خبر حلو ولا خبر وحش؟ مين اللي عمل كومنت على البوست بتاعه ومين عمل لايك؟ خلي بالك انت لغايه دلوقتي بتستمتع بتوقع المكافاه مش بالمكافاه نفسها، وده جزء مهم جدا من جاذبيه العادات. تعال اديك 3 امثله هتفهمني بيهم اكتر. مخك بيربط العادات بحاجات معينه او بمشاعر معينه. زي ايه؟ ريحه القهوه الصبح بالنسبه لك بيساوي انا هصحصح عشان اعرف اتعامل مع البشريه دي. يعني كان في كوميكس طالع على الفيسبوك يقول لك ايه، غلط تشرب قهوه الصبح، وحد بيرد عليه يقول له لا ده غلط عليكم انتوا لو انا ما شربتش قهوه الصبح. ده نفس الكونسيبت، انت متوقع مع القهوه او ريحه القهوه اللي انت هتصحصح، او رن تليفونك متوقع مديرك يرن عليك او يكون في اوردر حلو هيعلي البيع بتاعك، ده برضو انت لسه ما رضيتش. او ريحه الاكل، انت اول ما تشم ريحه اكله حلوه انت متوقع خلاص انت هتاكل اكله ما فيش زيها. في ال3 امثله دول انت لسه ما شربتش القهوه، انت لسه ما شفتش التليفون بتاعك مين بعت لك او مين اتصل بيك، انت لسه ما شفتش الاكل ولا اكلت الاكل اللي انت شامم الريحه بتاعته، ومع ذلك الحاجه دي كانت جذابه ليك جدا عايزه تشدك ناحيتها. هتقول لي ده ما بيحصلش؟ لا بيحصل. ما نفتكرش مره مثلا تبقى قاعد في وسط اصحابك في الشغل ومش عايز تاكل ولسه واكل، واول ما يجي يجيبوا الاكل تقعد تاكل معاهم؟ بذمتك ما حصلتش قبل كده؟ تعالى اقول لك على خبر حلو، انت مش مدمن سوشيال ميديا، لكن انت مدمن الشعور اللي بيحصل لك بعد كده. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك. انت مش بتحب الانستجرام علشان الانستجرام، انت بتحب الانستجرام علشان عايز تضحك، عايز تعرف ايه الجديد، او عايز تعرف اخبار عن شخص معين زي الاكس مثلا، او عايز تعرف كام واحد عمل لك لاف على اخر صوره ليك، او بمعنى صح تشوف شخص معين عمل لك لاف ولا لا. طبعا انا وانت فاهمين. او الحل الاخير اللي انت عايز تهرب من الواقع. فانت مش بتحب الانستجرام عشان الانستجرام، يعني هو بقى اسمه حماده، انت مش هتروح عليه؟ لا هتروح عليه. ليه؟ عشان بيوفر لك الحاجات اللي انت عايزها. وعشان كده انا بقول لك انت مش بتحب الانستجرام عشان الانستجرام نفسه، انت بتحب الانستجرام عشان الحاجات اللي بيوفرها لك. وكل مره بتعمل السلوك ده او كل مره بتعمل سلوك معين عموما عقلك بيقول لك كالتالي: لما يحصل كذا انت هتعمل كذا عشان انا وانت ننبسط بكذا. وكده العاده تتحول من مجرد قرار انت قررته واعي ومدرك القرار ده لحاجه شبه تلقائيه. خد المثال ده، كم واحد فينا عارف اهميه الرياضه واهميه ان هو ينزل يجري؟
او اهميه ان هو يروح الجيم. مع ذلك انت قاعد على الكرسي في البيت جرشك مدلدل قد كده. للاسف انت ضحيه عقلك اللي بيقول لك انت لسه هتنزل تجري وتعمل مجهود وتعرق والدنيا حر اصلا، لكن عقلك بيقول لك حاجه تانية. بص كده على انستجرام او تيك توك، شايف الفيديو اللي بيضحك ده، شايف الخبر اللي انت لازم تبقى عارفه، شايف الترند اليومين دول بقى عامل ازاي، وبعد كده هتلاقي نفسك انت مبسوط بدون مجهود. فالعقل يقول لك ايه؟ شفت انت مبسوط ازاي بدون اي مجهود، بدون عرق بقى ولا جري ولا فرهضه ولا الكلام ده كله. شفت انت بقيت مبسوط ازاي؟ وعشان كده غلط جدا انك تقول لنفسك انت ضعيف الاراده، لكن المفروض تسال السؤال الصح: ازاي اخلي العاده المفيده دي عاده جاذبه ليا واكون مستنيه؟ وده اللي القانون التاني بيقول لك هنعمله بثلاث طرق مختلفه. اختار الطريقه المناسبه ليك واعملها بيها. خلينا ناخد الثلاث طرق واحده واحده. اول طريقه انك تربط العاده دي بحاجه انت اصلا بتحبها. يعني انت مثلا بتحب القهوه، خلي القراءه جزء من شرب القهوه. يعني بالمعنى اصح، قهوه في مكان هادي مع كتاب مع موسيقى هاديه. انت كده ما غيرتش القراءه في ذات نفسها، انت غيرت البيئه اللي حواليك. الاول القراءه بالنسبه لعقلك هو بيساوي المجهود، لكن دلوقتي القراءه بتساوي قهوه، مكان هادي، وقت لنفسك. وده اللي هيخلي العاده اكثر جاذبيه وتخليك تجري عليها تعملها كل يوم. خلينا دلوقتي بقى نخش على الطريقة التانية. الطريقة التانية إنك تستخدم التجمعات الاجتماعية. يعني إيه؟ يعني الإنسان نفسه بيتأثر باللي حواليه. لو اللي حواليك كلهم بيعملوا حاجة معينة، أنت نفسك بعد فترة هتعمل نفس الحاجة تلقائيا بدون ما تحس. عشان كده أنت لازم تنقي الصحاب اللي حواليك يكونوا ناجحين، وكلهم بيفكروا في مشاريع، وكلهم بيفكروا إزاي يطوروا من نفسهم، وكلهم بيبقى ناجحين في شغلهم. تلقائيا أنت بعد كده هتلاقي نفسك ناجح في شغلك. زمان في المدرسة المدرسين كانوا بيعملوا حركة كده صايعة شوية: يجيبوا الناس الشاطره بتاعه الفصل يوزعوهم على اماكن الفصل كلهم، ما يخلوهمش قاعدين جنب بعضهم، وجنب كل واحد شاطر بيقعدوا واحد فاشل، علشان الفاشل ده يتعلم منه ويبقى شاطر زيه. هو نفس الفكره بالظبط. عشان كده انا بفكر في حاجه غريبه شويه، ان احنا نقعد نقرا سوا. يعني ايه؟ يعني في حاجات كده في الافلام الاجنبي بيبقى جايبين دايره كده مع ناس وبعدين يحكوا ويتكلموا مع بعض على موضوع معين، وغالبا بيبقى امراض نفسيه. طب احنا ليه ما نعملهاش في القراءه؟ طيب نعملها ازاي واحنا كلنا في اماكن بعيده؟ احنا ممكن نعمل ده عن طريق اللايفات بتاع التيك توك او اللايف على اليوتيوب. ان احنا نتفق على كتاب معين ونقعد نقراه سوا، وبعد كده نقعد في اللايف ده نتناقش، كل واحد يتكلم عن فصل معين يشرح. لو الفكره دي حلوه قول لي في الكومنتات عشان نشوف كام واحد هيعملها معايا، ونبدا نعملها من الشهر الجاي مثلا. ودلوقتي خلينا نخش على الطريقه الثالثه: غير تفكيرك عن العاده. ودي اعتقد اهم طريقه في الثلاث طرق كلهم. طب تعمل ده ازاي؟ هقولك. بدل ما تقول انا مضطر اقعد اقرا وقرف وخنقه، لا، قول ان انا محظوظ ان عندي القدره ان انا اقرا واتعلم واطور من نفسي. لو انت نازل جيم، ما تقولش انا نازل اتعب ومضطر انزل جيم وغصب عني انزل الجيم، لا، قول انا محظوظ ان انا هرجع جسمي مثالي او جسمي سليم. شايف الفرق؟ نفس الفعل، نفس الجيم ونفس القراءه، بس وجهه نظرك اتغيرت ناحيتها. يعني ممكن تخليها اكتر بي بوزيتيف، خليه ايجابي. دي اقرب ليها شويه. احنا كده الحلقه اللي فاتت اللي هتلاقيني سايبها لك في كومنتات اتعلمنا ان ازاي تكون العاده واضحه، لكن ده ما كانش كفايه. اتعلمنا الحلقه دي ان العاده ازاي تكون جذابه ليك، بس برضو ده مش كفايه انك تتعلم العاده. ليه؟ عشان لو العاده واضحه قدامك وانت هتموت وتعملها، لكن العاده نفسها صعبه، هتعملها ازاي؟ وده اللي هنتكلم فيه الحلقه الجايه، ان ازاي تخلي العاده سهله. لو كملت لغايه هنا ما تنساش اللايك والاشتراك في الفيديو لو انت عايز تشوفني تاني. وعايز افكرك بحاجه مهمه: احنا هنا بنلخص الكتب عشان لو الكتاب عجبك تروح تقراه، مش عشان تكسل تقرا. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.